جوزي بنشتغل في نفس مكان العمل مع بعض، بس انا بروح متاخره عنه شويه بعمل الغدا واخده معايا عشان نتغدى هناك سوا في الشغل، لان احنا بنقعد من اول النهار لاخره. ومن حوالي اسبوع كده اخدت الغدا معايا وكلمته، قلت له يلا اطلع عشان نتغدى سوا. فما فيش 5 دقايق ولقيته بيتصل هو بيا بيقول لي لا مش هينفع، انزلي انت جري روحي شوفي عمك اتصلوا بيكي وتعبان خالص. فجريت عشان اكشف عليه واطمن عليه واشوف ماله، واتاخرت عندهم خالص. فاتصلت بيه قلت له اطلع انت خد الغدا من صاحبتي واتغدى. فصاحبتي دخلت على بال ما جابت الاكل وطلعت لقيته هو نزل. وانا لما خلصت كلمته فقلت له انت ليه ما خدتش الاكل؟ صاحبتي بتقولي ان انت ما خدتوش. لقيته بيرد عليا بطريقه وحشه وباسلوب وحش وابتدى يعلي صوته. فقلت له عيب كده ما يصحش، احنا في الشغل، لما نروح البيت نتكلم. ودخلت شغلي وسبته. لقيته بيتصل بيا كذا مره، ما رضيتش ارد، قلت عشان المشكله ما تكبرش وعيب احنا وسط زملاء. فلقيته راح مبعت لي كلام على الواتس، كلام وحش جدا وكلام جارح جدا. انا بكرهك، انتي مستفزه، انتي بارده، وكلام بقى كتير من ده ملوش اي 30 لازمه وانا مش عارفه سببه اصلا. وقعدنا ما بنتكلمش كتير قوي مع بعض لحد يمكن امبارح. صعبت عليا نفسي قوي، انا ما عملتش حاجه عشان ده كله وما جرحتوش وما ردتش عليه. طب بتقولي ليه الكلام ده كله؟ ولما كلمت بابا ومامته راحوا غلطوني انا. فصعبت عليا نفسي اكتر، ورحت واخده شنطه هدومي ورايحه عند اهلي على طول. يمكن هي دي الغلطه اللي انا عملتها، بس لكن انا عملتها لان انا غلبت. طب بيعمل كده ليه؟ ما بيتكلمش ليه؟ ليه اتغير مره واحده؟ هو انا نزلت العب؟ احنا متجوزين من 6 سنين ودي اول مره اعمل الحركه دي، لان انا اول مره اتفاجئ باسلوبه ده معايا. ولما رحت عند اهلي ما اتصلش بيا ولا عايز يعرف انا عملت ايه ولا عايز يعرف انا ايه اللي خلاني انزل ولا حتى كلم اهلي من باب الاحترام. لقيته مره واحده بيتكلم بماما وقال لها بقول لكم ايه، اعملوا حسابكم، انا هتجوز وهي لو عايزه ترجع البيت ترجع، اهلا وسهلا بيها، انا مش هجيبها. واتصل بيا قال لي نفس الكلام، لو ما رجعتيش بيتك انا هتجوز ومش هتفرقي معايا. طب انا المفروض اعمل ايه؟ لقيته بيقول لي المفروض انت كنتي تتنازلي وتصالحيني والموضوع كان عدى وخلاص. طب انا ما غلطتش في حاجه اتنازل واتصالح ليه؟ ومن ساعتها والدنيا بايظه خالص وبقيت مش عارفه ارجع ولا خليني عند اهلي. انا بحبه بصراحه وهو محترم وكويس واحنا واخدين بعض عن حب، بس مش عارفه الدنيا اتقلبت معانا كده ليه. فمش عارفه اتصرف ازاي بصراحه، اعند معاه واللي يحصل يحصل ولا اروح البيت ونشوف حل المشكله دي. انا عندي 23 سنه وفاضل كام شهر كده وادخل في ال24. مع الاسف دخلت في الارتباط 3 مرات بس ما انتهتش بالنجاح في اي مره. المره الاولى انا كان عندي اصلا 16 سنه، لا كنت فاهمه حاجه ولا عارفه حاجه غير اني اطلع واخرج واتفسح. وبعدين فكيت الخطوبه، وبعدها بكام سنه اتخطبت تاني تحت زن وضغط من اهلي فظيع. ما ارتحتش معاه لانه كان ضعيف الشخصيه جدا، والتالت بسبب مواضيع عائليه يعني انا ماليش دخل فيها. المهم انا دلوقتي فكيت خطوبتي الاخيره بقالي حوالي 5 6 شهور كده، وامي تعباني جدا من ساعتها. كل ما تروح فرح ولا حنه ولا مناسبه عند حد تقعد تهزق فيا وتقطم فيا كاني انا السبب في قله الارتباط لغايه دلوقتي، وتفضل تدعي عليا وتشتمني كمان وتقول لي انتي ربنا عمره ما هيفرحك ابدا لان انتي مش بتفرحيني. انا بصراحه تعبت وحسيت ان انا كبرت قوي والعمر راح مني بسبب كلامها معايا وطريقتها، رغم من ان انا جميله مش وحشه خالص، والناس كلها بتتكلم ان انا جميله مهتمه بنفسي ونظيفه وحلوه. بس انا نفسيتي اتدمرت، بقيت مش عارفه اعمل حاجه ومش عارفه اتصرف ازاي. وانا اصلا جاتلي عقده من الرجاله بسبب ابويا، كل يوم زعيق زعيق معاها ومعانا ومربلنا كلنا الرعب ومش حنين. انا عايزه واحد حنين يهتم بيا يحافظ عليا ويكون قبل كل ده بتاع ربنا ويراعي ربنا فيا، لان دي اول واهم حاجه. هي تعبتني قوي لانها حتى مش مخلياني بقى نفسي في الحياه ونفسي في الدنيا بسبب كلامها، رغم ان انا والله شايلاها في البيت شيل مش مخليها تعمل اي حاجه ومخليه لها البيت زي الفل. بس انا الزن اللي على دماغي ده تعبني، وانا خايفه اتجوز
واحد يبقى زي بابا يضرب ويشتم ويزعق ويقول ألفاظ، لأن هو بيعمل كده مع ماما. فأنا خايفة من ده كله، وكلامها يوجع القلب كل يوم. فياريت تفيدوني، أنا مش عارفة أعمل إيه. أسلم الأمر كده وارتبط بأي حد قبله، ولا أتكلم معاها، ولا أقول لها إيه عشان هي تهدى من ناحيتي؟ أنا نفسيتي تعبانة فعلا.